تقدر تشتغل من اي مكان، تقدر تشتغل من البيت. اما بالنسبه للشركات شغال باك اند حتى ب HTML مش مهم. فمين اشطر واحد؟ انت. مين اذكى واحد؟ انت. السلام عليكم، اسمي مصطفى محمد، شغال في مجال البرمجه بقالي اكتر من 5 سنين كفريلانسر. وانا في اولى كليه واجهت مشكله كبيره لان حسيت اني شخص مستنزف، لان الكليه اللي انا كنت فيها كنت متاكد ان وقت ما هخلصها مش هلاقي شغل، غير اني وقتها اصلا ماديا كنت في ظرف او في وضع سيء. فعشان كده من توفيق ربنا قدرت اني اشتغل من البيت من وانا في اولى كليه تقريبا. واعتقد انك لمست واحده من اهم المميزات من مميزات الشغل من البيت، وهي ببساطه انك تقدر تشتغل من اي مكان. اما بالنسبه للشركات واللي موضوع الحريه فيه متفاوت بنسبه كبيره جدا. يعني في بعض الشركات بتلزمك ان انت تيجي في المقر، وهنا بيبقى عندك مواعيد من الساعه مثلا 8 للساعه 4 او من الساعه 9 للساعه 5، لازم تقضي المواعيد بتاعتك في المكان. وفي شركات بتسمح لك انك تشتغل من البيت وبتكون انت برضه ملزم بميعاد. وفي شركات تانية في فليكسبل اورز، وفي شركات تانية بيقول لك لا والله انت تشتغل هايبريد، في وقت بتشتغل من الشركه ووقت بتشتغل من البيت. وكل ما كانت الشركه بتدي لك حريه اكتر، هي دلوقتي بتدمج لك ما بين ان انت شغال في شركه ومستقر، وما بين ان انت عندك نسبه معينه من الحريه. لكن لازم نكون متفقين مع بعض ان نسبه الحريه اللي هتاخدها في الشركات هي اكيد هتكون اقل من نسبه الحريه اللي انت بتاخدها في شغل الفريلانس. المفروض في الفيديو ده ان احنا هنتكلم عن كل نقطه، المميزات والعيوب بتاعتها. بس النقطه دي ما اقدرش اقول لك ان هي فيها عيوب قوي. انت حرفيا كفريلانسر تقدر تشتغل من اي مكان، تقدر تشتغل من البيت، تقدر تشتغل في اي ورك سبيس عجباك. والموضوع ده جامد قوي في ان انت تغير المكان. يعني ممكن النهارده تشتغل في ورك سبيس في مكان قريب منك، تشتغل في ورك سبيس بعيد عنك شويه، بتشتغل من اي مكان انت عايزه. ممكن، وده اغلب الوظائف فعلا تقدر تعمل فيها كده، انك تشتغل وانت مسافر وانت رايح تصيف وانت رايح اي مكان. تقدر فعلا تشتغل بره بيتك، تقدر تشتغل من اي مكان. فدي نقطه مش زي ناس كتير، هي نقطه ليها وش واحد، ان هي الصراحه كلها مميزات. بهزر يا راجل، بهزر معاك، مفيش حاجه ما فيهاش عيوب. المشكله ان انت لما بتشتغل من مكان واحد دايما وعقلك بيتعود عليه، وروتين حياتك بقى واحد، بتصحى تعمل نفس الحاجه، تشتغل نفس الشغلانه من نفس المكان، مش بتخرج، مش بتشوف الناس. فالموضوع ده مع الوقت بيسبب لك مشاكل نفسيه. علشان كده ضروري لو انت شغال من البيت ان انت تغير من فترة للتانية او تعمل حاجة مختلفة. وننتقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي الخبرة المكتسبة. عكس الموضوع في الشركات انك بتلتزم بمعايير معينة في الكود، وفي ناس بيبقوا شغالين معاك فبيساعدوك بالافكار بتاعتهم، وبتكتسب مهارات من المهارات اللي موجودة عندهم. بالاضافة ان انت لو معاك تيم ليدر كويس، فده بيساعدك كويس قوي ان انت تطور من نفسك وترتقي في مستواك بسرعة. وكمان مش اي كود ولا اي حاجة انت بتقدمها بيقبلوها. مش عشان المشروع شغال يبقى انت كده خلاص سلمت، لا، في حاجات كتير جدا لازم انت تبقى انت ملتزم بيها عشان تقدر تسلم الكود بتاعك. وهنا انا بتكلم عن الشركات الكويسة، ما بتكلمش عن الشركات اللي تحت السلم اللي ما بتبصش للحاجات دي كلها، اللي هيبقى الخبرة اللي بتاخدها منها يمكن زيها زي الفريلانس بالظبط. كفريلانسر انت مهم بالنسبة لك ان انت تسلم المشروع شغال. المشروع ده بقى شغال ازاي، معمول ازاي، كواليسه عاملة ايه، الكود بتاعه عامل ايه، مش مهم. سهل ان انت تعمل مشروع وتسلمه، الصعب ان المشروع يفضل شغال لوقت طويل بكفاءة، ويبقى سهل ان انت تصينه، ولما يجي حد تاني يشتغل وراك ما يضيعش صيامه. هو احنا مش صايمين، بس هو هيضيع صيامه بتاع السنة الجاية. احيانا وانت بتكتب كود بتقع ما بين خيارين، الحل السهل والحل الصح. في الغالب الفريلانسر بيكون عايز يسلم، عايز يخلص من المشروع، لان انت بتتحاسب على المشروع، خلصت المشروع هتاخد فلوسك وخلصنا. فالاختيار بيقع على الحل الصح، لان انت لو عملت الحل الصح والعميل كان راضي عن النتيجه اللي انت اديتها له، العميل هيجيب عميل هيجيب عميل، هتوسع دايره علاقاتك وهتوسع دايره عملائك. كمان في النهايه ده ضمير وامانه. ادام وافقت على المبلغ اللي انت هتاخده، انت لازم تسلم باعلى جوده ممكنه. انا شغال فريلانسر بقالي فتره مش قليله، وكميه المشاكل اللي بواجهها في الموضوع ده مش هقدر ان انا اعديها لك. المشكله كمان في الفريلانسر ان انت اعلى راس في الهرم، مفيش حد اعلى منك. فمين اشطر واحد؟ انت. مين اذكى واحد؟ انت. مين اشطر مبرمج في العالم؟ انت برضه. بس انت مش اشطر مبرمج ولا حاجه، ولا اذكى مبرمج ولا حاجه. انت
اذكى واشطر، لان مفيش حد بيشوف النتيجه بتاعتك، مفيش حد اشطر منك بيراجع النتيجه بتاعتك وبيقول لك رايه عليها. فالموضوع ده للاسف بيخلي تطور الفريلانسر بطيء، ودي حقيقه انا ما اقدرش انكرها. الفريلانسر لو قعد 5-6 سنين شغال وبعد كده راح شركه محترمه يقيموا مستواه، فهو غالبا هيتفاجئ ان مستواه اقل من عدد السنين اللي هو كان متوقعها. والموضوع ده حله واضح، ان انت كفريلانسر تطور نفسك باستمرار. الحاجه الثانيه ان انت تاخد مشاريع فيها تحديات ليك. في الغالب النهارده لو اتعرض عليك مشروعين، ده ب100 وده ب100، ده بتعرف تعمله بسهوله وده هتعاني فيه، ارمي ده في الزباله. لكن ده هو اللي هيطورك، وهو اللي هيخليك تتعلم حاجات جديده، وهو اللي هيحسن من مستواك. المهارات المطلوبة للبدء، على عكس الموضوع في الشركات تماما، اللي انت بتكون شغال في الشركة مش عايل هم اي حاجة غير مهاراتك التكنيكال. يعني انت بس كل اللي انت محتاجه ان انت تبقى تكنيكال كويس، تقوي من مهاراتك، تخلي ان انت الشغل اللي بيطلع من تحت ايدك الكواليتي بتاعته اعلى، الكود اللي بتكتبه كويس جدا بيوافق المعايير اللي موجود في الشركة، وشكرا على كده. حرفيا لو لقيت حد بيطلب منك مثلا في الشركة ان انت مثلا تعمل حاجة في الويندوز، ان انت تعمل حاجه مثلا على جهازك، ولا انت تساعد حد مثلا في ان انت تدخل ديتا او كلام من ده، انت حرفيا ممكن تقوم من على مكتبك وتديله باللابتوب في وشه حرفيا بجد. لان انت بتكون انت حاسس ان انت برنس في نفسك في الشركه. انا يا جماعه شغال مبرمج، اي حاجه غير مبرمج انا ما بشتغلش. فالمهارات اللي انت محتاجها عشان تبدا في شركه في الاول بتكون مهارات كتيره، لان انت عشان تدخل اول شركه محتاج ان انت تبقى عارف معلومات كتيره تكنيكال تخلي الشركه عايزه تشغلك. لكن مع مرور الوقت ما بيكونش مطلوب منك اي حاجه غير التكنيكال، عكس الفريلانس اللي مع مرور الوقت عمال يطلب منك حاجات اكتر بكتير قوي. المهارات المطلوبه منك علشان تشتغل كفريلانسر هي انك تكون بتعرف تطلع مشاريع. اغلب العملاء ما عندهمش المعرفه التقنيه الكافيه في ان هو يختار لغه البرمجه المناسبه، الفريم ورك المناسب، ازاي تعمل مشروع. هو مش مهتم بالكلام ده. المهم ان المشروع يطلع ويكون شغال، يؤدي الاداء الوظيفي بتاعه المطلوب. لكن برضو خلينا اضيف على دي ان انت لو حبيت تشتغل كفريلانسر في البرمجه، فانت هتكون واحد من اتنين، يا اما فرونت اند يا اما باك اند. علشان تعرف تشتغل انت لازم تجيب النص بتاعك الناقص، بغض النظر عن ايه التقنيات اللي انت بتستخدمها، ايه لغه البرمجه، ايه الفريم ورك، انت شغال بايه، فرونت اند، رياكت، فيو، انجولار، لارافيل، بي اتش بي، بايثون، شغال باك اند حتى ب اتش تي ام ال، مش مهم. المهم انك تطلع المشروع، لان احنا زي ما قلنا مفيش تكنيكال ليد، مفيش اي حد هيراجع وراك اللي انت بتعمله. اللي بيتراجع هو ان المشروع شغال. طول ما الموتوسيكل بتدور المنافله وبتمشي، مش مهم الموتوسيكل معمول ازاي. ده اللي مطلوب بكل بساطه لو حابب تشتغل كفريلانسر. الحاجه بقى اللي بتزوق الكلام ده فكره السوفت سكيلز، ان انت تعرف تتكلم مع الناس، تعرف تعرض نفسك ليهم، تعرف تقنعهم بشغلك، يكون عندك معرض اعمال كويس، يكون عندك سابقه اعمال كويسه، ريفيوهات كويسه، بتقدر تتكلم مع العميل، تفهم العميل محتاج ايه بالظبط. بكل بساطه انت هنا بتلعب دور اكتر من شخص. نقدر نقول ان انت بتلعب دور البرودكت مانجر، اللي المفروض ان هو يفهم المشروع ويحلل المشروع، يفهم المشروع ده هيتعمل ازاي، ويقدم اقتراحات للمشروع وحلول المشروع. في نفس الوقت انت بتلعب دور المبرمج وبتلعب دور التستر، انت لازم تتست المشروع بشكل كويس، فانت بتلعب دور اكتر من حد. فلو انت المهارات الشخصية عندك مش اقوى حاجة، فالشركة طبعا هتكون افضل لك. اما لو انت اصلا مهاراتك الشخصية عالية وحد يعني متعدد الشغف بقى زي ما بيقولوا الكلام ده، فالفريلانس هيكون افضل لك بكتير في المنطقة دي. وننتقل مع بعض على النقطة رقم 4، وهي الاستقرار الوظيفي. اما بالنسبة للشركات فظاهريا الاستقرار الوظيفي في الشركات هي حاجة عالية وكويسة جدا. الفريلانسر انت اكنك عايش في شقه، ان انت بتستقر في الشركة لمدة اكبر، انت عندك عقد ما يقلش عن سنة، بتبقى انت قاعد في الشركة عارف ان مرتبك موجود. بس مش شقه ملك ولا ايجار. انت اكنك لقيت شقه فاضيه، رحت حاطط حاجتك فيها وقعدت فيها. عارف ان هم لو ناويين يمشوك في الشركة لازم يقولوا لك قبلها انت معرض انك تطرد في اي لحظه، او هيدوا لك تعويض عن ان هم مشوك من الشركة وما قالولكش. انت مالكش حاجه عند حد، مالكش مرتب ثابت، مالكش تامين، مالكش غير ربنا. كلنا مالناش غير ربنا طبعا. فدي كلها مميزات انت بتاخدها، ولكن لو انت مش كويس تكنيكال، او لو انت عندك مشاكل في الشغل بشكل عام، هيبقى استقرارك في الشركات برضو مهدد بنسبة كبيرة. انت ممكن احيانا تكون مشغول للدرجه اللي مخلياك بترفض مشاريع، واحيانا تانية ممكن تكون قاعد تعد في النجوم اللي في السماء. في الغالب الحاجات دي بتشيل بعض. يعني انت ممكن تشتغل مشروع تشتغل عليه شهرين وتقعد الشهر اللي بعديه مش لاقي اي شغل.
فالشهرين دول بيشيلوا الشهر ده. فالفريلانسنج في الاول خصوصا ما فيهوش استقرار مادي. بعد كده لما بتشتغل تكون سمعه، تعمل معرض اعمال كويس، تسوق لنفسك، ففي الغالب الشغل بيكون في نسبه كبيره من الاستقرار. فانا عاوز اقول لك ان مش معنى ان الشركات الاستقرار الوظيفي ظاهريا فيها اعلى ان انت هتبقى مستقر في الشركه اكتر، لان لو انت مش عارف تفت مع شغل الشركات برضه مش هتبقى مستقر. فعشان تحقق الاستقرار الوظيفي في الشركات لازم تتعلم تبقى موظف كويس. فننتقل مع بعض على النقطة رقم 4 وهي الفلوس. أما بالنسبة للشركات فظاهريا الاستقرار الوظيفي في الشركات هي حاجة عالية وكويسة جدا، ان انت بتستقر في الشركة لمدة اكبر، انت عندك عقد ما يقلش عن سنة، بتبقى انت قاعد في الشركة عارف ان مرتبك موجود. الفريلانسنج انت مالكش دخل ثابت، بس على حسب ما هتقدر تشتغل، على حسب المجهود اللي انت هتديه، فانت هتلاقي ان انت تقدر تعلي السقف بتاعك. عارف ان هم لو ناويين يمشوك في الشركه لازم يقولوا لك قبلها، او هيدوا لك تعويض عن ان هم مشوك من الشركه وما قالولكش. فدي كلها مميزات انت بتاخدها. ولكن لو انت مش كويس تكنيكال، او لو انت عندك مشاكل في الشغل بشكل عام، هيبقى استقرارك في الشركات برضو مهدد بنسبه كبيره. لكن على الفريلانسنج او في بند الفريلانسنج لو الشغل فيها ضعيف فانت الفلوس بتاعتك هتنزل تحت خالص. ولو انت موظف كويس فاكيد هتبقى مستقر في الشركه اكتر من الفريلانس بكتير جدا، اللي النهارده معاك مشروع وبكره ممكن ما يكونش معاك مشروع. النهارده بيدخل لك اكس وممكن بكره بيدخل لك 10 اكس، وممكن كمان تقعد مثلا شهر كامل ما بيدخلكش ولا اكس. الخلاصه انا بنصحك في بدايه شغلك ان انت تشتغل كموظف في شركه عشان تتعلم الشغل المنظم، الشغل المؤسسي، وعشان تقوي نفسك في المهارات التكنيكال كويس في الشركات، لحد ما انت تكسب المهارات الكافيه اللي تخليك فيما بعد تبتدي ان انت تدخل في الفريلانس. وفي النهايه برضو احب اقول لك ان مفيش حاجه اسمها الفريلانس احسن ولا الشركات احسن. في حاجه اسمها ايه الاحسن بالنسبه لي انا، ايه اللي يناسبني انا ويناسب طبيعه حياتي ويناسب شخصيتي ويناسب الحاجه اللي انا عاوز اشتغل فيها بالفعل. ده كان فيديو النهارده من قناه سنتاكس. شكر خاص لباشمهندس علي شاهين انه شرفنا في الحلقه دي واننا خدنا من وقته علشان يفيدنا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.